لو بتعملي الكفتة وبتطلع معاكي مكتومة وناشفة، تعالي بقى وانا هقولك ازاي تطلعيها متماسكة وهشة بمكونين 3 عندك في المطبخ وطعمها احلى من بره بكتير. رهيبة بجد يا جماعة، صدقوني ده احلى كفتة ممكن تعملوها في حياتكم. بس قبل ما نبدأ الفيديو اعملوا لايك وشير ومتابعة وكملوا الفيديو للآخر. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجه معايا كيلو لحمه مفرومه، هنزل عليه ببصله كبيره مفرومه ناعم، باخد التفل بس وبسيب الميه عشان هحتاجها بعد كده، وبقدونس مفروم ناعم، وهقلب كل ده مع بعض. لازم يكون اللحمه بتاعتي فيها ماده دهنيه 20%. وبعد كده هنزل عليها كمان بملح وفلفل اسود وسبع بهارات وجوز الطيب، دول اختياري. وهقلب برضو كل ده مع بعض. بجد الريحه خطيره. وبعد كده هضيف عليها كمان معلقه كبيره بيكنج باودر، وهقلب كل المكونات مع بعض وهدخلها التلاجة لمدة نص ساعة أو ساعة عشان تتشمع كويس. بعد كده خرجتها من التلاجة وهبدأ أصبعها، وأكيد طبعا معايا مية البصل اللي أنا كنت سبتها على جنب. هبدأ أصبع بيها يا دوبك، بس ببل إيدي كده زي ما انتوا شايفين. انتوا ممكن تكوروها أو تعملوها صوابع، اعملوها بالحجم اللي انتوا عايزينه. أنا عملتها بالحجم ده. شايفين بقى الجمال؟ بجد تحفة فنية يا جماعة، لازم تجربوا الكفتة دي بطريقتي، اللي ما جربهاش فايته كتير. ممكن تعملوها قبلها بيوم او تعملوها وتتشال في الفريزر عادي زي ما تحبوا طبعا. وهكمل بنفس الطريقة، وبعد ما اصبعها هدخلها التلاجة كمان نص ساعة عشان اسيبها تاخد راحتها كويس. وبعد كده في طاسة سخنة جدا نزلت بمعلقتين زيت، وبعد كده هنزل بالكفتة، واول ما تاخد لون من كل النواحي وتمسك نفسها هقلبها. لازم تكون ماسكة نفسها كويس جدا جدا علشان ما تفكش منكم زي ما انتوا شايفين كده. وبعد ما خدت اللون نزلت عليها ببصل متقطع شرايح وفلفل حامي اخضر واحمر وطماطم. ونعمل بقى الخلطة السرية الخطيرة، وهي عبارة عن توم وبصل شرايح وفلفل احمر واخضر وبقدونس، وبضربهم مع بعض. وبعد كده اضيف عليها كمان معلقة خل ونص معلقة كمون ونص معلقة صغيرة ملح ونص معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، واضربهم كلهم تاني مع بعض. الخلطة دي بجد خطيرة، وبنزل بيها بقى على الكفتة دي، بقى بتودي طعم الكفتة في حتة تانية خالص. لحد كده ونقول ان الكفتة خلاص استوت وزي الفل. شايفين الجمال؟ حاجة من الاخر. انا نفسي بجد تشموا الريحة، رهيبة بجد يا جماعة. كده جاهزة للتقديم، ممكن تاكلوها مع رز بسمتي او عيش بلدي او عيش فينو عادي زي ما تحبوا. بجد بجد رهيبة، مش طبيعية واحلى من بره بكتير. اللي هيجربها مش هيفكر ياكلها تاني من بره. لازم لازم تجربوها، وهستنى رأيكم عشان بيفرق معايا جدا. واكتبولي رأيكم في الكومنتات. انا طبعا عملتها مع عيش فينو متغرق بالطحينة فقط. اشوفكم بقى في فيديو جديد في اكلك ألذ مع بنات العيلة. باي باي.